كنمشوا كانت الصعوبه حتى في السيت، اما حتى في بلاصه فين ناخذ التيكيات ديالنا راه ما كاين لا صعوبات لا والو. التنظيم راه في المستوى، الدنيا خفيفه شويه، راه كاين شويه صعوبه في السيت، هادشي اللي كاين. راه حنا عايشين على برا، جينا هنايا سمعنا المنتخب غيجي طنجة، فرحنا بزاف، والتظاهره مهمه بزاف بالنسبه للشباب ديالنا في الشمال. ولكن تفاجئوا جبرنا التيكيات ما كاينش. من 8 الصباح حنا كندخلوا للسيت حتى هو مبلوكي، عينا ما عينا والو، وحنا باقي واقفين هنايا، باقي ما كاين حتى شي حد يعطينا شي خبر يقول لنا شنو كاين. زعما كنتمنى من المسؤولين يشوفوا شي وسيله بشي طريقه باش المسائل تجوز في واحد الطريقه سلسه، واحد الطريقه حضاريه اللي كتليق بطنجه، واللي كتليق زعما بالسمعه طنجه، طنجة الكبرى وطنجة الحضارة وطنجة يعني سابقة في المجال التنظيم وسابقة في المنتخبات كبار كيجيو. ما كنعيشوش هاد اللحظات هيدا وهاد الطريقة هادي، وكنتمنى الناس يشوفوا بهذه القضية. الشباب هو باقيين يمسيب اللي مسمح بالدراسة ديالو، اللي مسمح بالمشاغل ديالو، التليفونات ما كيوقفوش، والعائلة باقي ما جايين من على برا مقطعين بي ديالهم التيكي وكلشي، والتيك ما حنا باقي ما وصلنا حتى شي حاجة. وهذا ما نقول. كنواجهوا بزاف المشاكل الصراحه، خصوصا سكان مدينه طنجه. فعلى الاقل يعملوا لنا هنايا الكيشي بلا موقع، لان موقع فيه مشاكل دائما كنجبروه، خصوصا في كاس العالم للانديه كيف لاحظتوا كان مشكل في الموقع. وكذلك الان مع 9 الصباح داخل حتى ل 12 باقي ما كاين حتى حاجه. فيعملوا لنا واحد الحل، يعملوا لنا بطاقه وطنيه نجيو ندليو بها، كل واحد يعطيوه تيكي واحد، هذا هو الحل. اما الموقع راه الموقع فيه مشكل وفيه بزاف د الحاجات كيدخلوا تما راه ما غاتعرفهمش.